السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم مطبخ فري. هنعمل النهاردة الفراخ الكنتاكي، وهقول لكم النهاردة على سر كنتاكي ازاي تعملي الفراخ وتطلع معاكي بالشكل ده بالظبط زي فراخ كنتاكي. زي ما انتم شايفين مهرمشة جدا، طعمها جميل قوي 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 قوي. بس كل اللي هيشوفها يفتكرك فعلا جايباها من كنتاكي. شايفين عاملة ازاي؟ بصوا جميلة جدا زي ما انتم شايفين اهي، ما شاء الله شكلها جميل جدا يفتح النفس اهي. بص كلها عامله ازاي، جميله قوي، هتعجبكم جدا باذن الله. يلا بقى مع بعض عشان تعرفوا ايه السر اللي بيخلي الفراخ الكنتاكي تطلع معاكي بالشكل دوت وبنفس الطعم وبنفس الشكل بتاع كنتاكي. يلا مع بعض نشوف طريقتنا ونشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بقى يا حبايبي المقادير اللي هنعمل بيها الكنتاكي بتاعتنا النهارده. ان شاء الله هتطبقوا الطريقه اللي انا بقول لكم عليها النهارده والمقادير باذن الله مش هتلاقوا فرق خالص ما بين كنتاكي اللي بتعملوه في البيت وبين كنتاكي اللي بره. لدرجه انت لو وريتي لي عيالك وحطيتيه مثلا في شنطه كنتاكي او علب كنتاكي مش هيتخيلوا ان انت عاملاه وهيصدقوا اللي انت جايباه من بره. معايا ايه بقى المقادير اللي معايا معلقه ملح كبيره، معايا معلقه شطه كبيره. طبعا انا حاطه شطه عشان انا عايزاه الفراخ تطلع سبايسي. لو انت مش عايزاها سبايسي خلاص استغنى عن معلقه الشطه عشان ما يبقاش حراقه عليكي، وممكن تحطي معلقه بابريكا صغيره. ومعايا مكعبين مرقه دجاج زي ما انت شايفه كده، مكعبين اهوت. ومعايا كيسين من الخلطه اللي بتبقى في اكياس الاندومي بتاع الاطفال. طبعا كلنا اولادنا بتاكل اندومي وبتستغناش عنه. هتجيبي بقى انت الكيسين، هم دول بقى سر الكنتاكي، اكياس الاندومي ديت ومرقه الدجاج، هم دول اللي بيتعمل بيهم الخلطه الاصليه في كنتاكي. خلاص. طبعا احنا شفنا طرق كتيره جدا جدا، وفي طرق بتبقى هالشكل بس النكهه. انت بقى كده هتلاقي نفس الطعم ونفس الشكل، وهتطبقي الطريقه وهتشوفيها بنفسك معايا دلوقتي. وهو طبعا ان شاء الله اللي هيطبق الطريقه ورايا هيشوفها بنفسه وهيدوق الطعم، مش هيقدر يفرقه عن كنتاكي. خلاص اهو زي ما انتم شايفين ادي المقادير، هي دي بس المقادير اللي معايا. ومعايا فرخه اهي، انا جايبه فرخه ومنضفاها، نقعتها في ميه بخل وملح وليمون. وبعد كده صفيتها زي ما انتم شايفين، عاملاها لقطع صغيره. يعني بصوا الورك تقطعيه قطعتين، الدبوس اهو لوحده والقطعه الثانيه لوحدها. الصدر برده قطعيه زي ما انا مقطعاه كده حتت عشان يستوي معاكي. بصي يبقى سهل انه يستوي معاكي. عايزه تجيبي دبابيس بس براحتك، دي طبعا حاجه بترجع لك انت. خلاص كده هي ديت المقادير ومعاهم الميه، ما عنديش اي حاجه تانية احطها غير هي الحاجات ديت. خلاص كده يلا بقى معايا هنجيب الميه نحطها في البوله ونشوف هنعمل ايه. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا هجيب احط في البوله لتر ميه اهو. وهنزل بقى بالمقادير اللي عندي اللي انا وريتها لكم دي. ادي الملح وادي الشطه اهو نزلت بيهم اهو. وهجيب بقى مقص وافتح بقى ايه الماجي اللي معايا كده اهو. ادي اول كيس، وهفتح كده الكيس التاني من الناحيه التانيه اهو. مني اشيلها اهو. انزل بالكيس التاني اهو زي ما انتم شايفين، نزلت بالكيسين اهو. واجيب بقى معايا خلطه الاندومي. طبعا هي بيبقى جواها خلطه برده وفيها شطه برده، مش هيضر لان طبعا احنا عايزينه سبايسي زي ما قلت لكم اهو. افتح الكيس وافضيه كده زي ما انتم شايفين اهو. واقلبه بقى كويس بشوكه كده. اخلط بس المقادير دي كلها كده في بعضها كويس اهو. واعمل ايه بقى، اجيب الفراخ بقى بتاعتي وايه واسقطها في التتبيله دي زي ما انتم شايفين كده اهو اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان الميه تكون مغطيه الفراخ، يعني ما تبقاش حبه صغيرين، لا اهو انا حطيت اللتر اهو حلوه قوي عليهم كده اهو زي ما انتم شايفين. هي كويسه اهيت وساقطه فيها اهي.
وبصوا بقى يا حبايبي، انت بقى لازم الفراخ تقعد في الخلطه دي مده كفايه. يعني مثلا انت هتعملي مثلا بكره كنتاكي، يا ريت من بالليل تطلعي فراخك وتكوني مجهزاها وتحطيها في الخلطه دي وتبيتيها في التلاجة على الرف في قلب الخلطه زي ما هي كده. وتاني يوم بقى اما تيجي تعملي في وقت الغدا اللي انت هتطلعي بقى فيه، تطلعي وتستعمليها بقى ايه، وتكوني سبتيها. شوفي بقى تقعد من بالليل لحد تاني يوم ما تيجي تستعمليها. لو انت بقى ما لحقتيش تطلعيها بالليل او نسيتي خلاص ونويتي ان انت هتعمليها مثلا النهارده، تطلعيها بقى من الصبح بدري، مثلا اول ما تصحي بدري كده تروحي مطلعاها، بحيث ان عقبال ما تيجي تعملي غداكي تكون قعدت في التتبيله مثلا 5 6 ساعات. طبعا بتبقى اتشربت من التتبيله وتبقى زي الفل. وهو يا بنات انا كده جهزتها اهي، هدخلها بقى التلاجة لحد ما هاجي بقى ايه اعمل الاكل في الميعاد بتاعي، تكون هي شربت من التتبيله دي كويس قوي. وهو يا حبايبي بقى بعد ما سبت الفراخ في التتبيله زي ما قلت لكم اللي انا حطاها فيها، يعني انا حطاها من الصبح، قعدت حوالي دلوقتي 6 ساعات او اكتر شويه. دلوقتي بقى عشان جه بقى ميعاد غدايا هنجهز بقى دلوقتي الفراخ بقى واوريكم بنعملها ازاي. انا دلوقتي عندي نص كيلو دقيق اهو، احطه في طبق يكون غويط ويكون واسع زي ما انتم شايفين. وهجيب هحط عليه معلقتين نشا كبار ومعلقه ملح كبيره زي ما انتم شايفين، دي معلقه ملح وادي معلقتين نشا، هنزل بيهم كده على الدقيق بس، مش هحط اي حاجه تاني غير كده، ولا بقى بودر بصل بودر ولا توم بودر ولا بابريكا ولا اي حاجه خالص. هنزل بس كده بالنشا والملح زي ما قلت لكم كده، هحطه على الدقيق واقلبه كويس وبس كده. وهبتدي بقى اجهز في الخلطه بتاعتي اللي هي الكنتاكي، هبتدي بقى اوريكم انا بعملها ازاي. في المرحله دي بقى هنعمل حاجه تانية، هبتدي بقى احط الزيت في حله، يعني حتى اللي عندها طاسه غويطه برضو مش هتنفع، لازم يكون حاجه غويطه قوي. فانا بعمله في حله لان هو الكنتاكي عشان يطلع معاكي مستوي وجميل زي بتاع المحلات بالظبط لازم يكون معاكي حاجه غويطه. فطبعا الحاجه الغويطه هي الحله، بيبقى طبعا حلو. فتحطي بقى فيها كميه زيت كبيره بحيث لما تحطي قطع الفراخ فيها تبقى متغطيه بالزيت، فطالما غطيتيها بالزيت بتستوي معاكي كويس قوي. هوريكم دلوقتي، شوفوا معايا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين الحله اهي جهزتها على النار، ومعايا بقى اهوت لتر زيت. هنزل بقى بيه في قلب الحله اللي عندي ديت عشان اضمن ان الفراخ تستوي معايا كويس وتطلع نفس زي بتاعت الكنتاكي بالظبط. فلازم يبقى حاجه غويطه كده والزيت يبقى مغطي الفراخ. فاحلى حاجه صدقيني اعمليها في الحله، احلى حاجه. ولما تخلصي اغسليها كويس ورجعيها تاني مكانها، مش هتبوظ ولا يجرى لها اي حاجه معاكي. اهو زي ما انتم شايفين، واسيبها بقى ايه على النار. الزيت لازم يقدح قوي ويكون سخن قوي يا بنات. فهي زي ما انتم شايفين انا حطاها على النار اهي. تعالوا بقى نجهز الكنتاكي يلا ونيجي نقلي بقى دي الفراخ في التتبيله اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى هنعمل ايه بقى، هنمسك بقى ايه قطعه الفراخ كده اهي، اروح بقى ايه احطها في الدقيق ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا واقلبها كويس في الدقيق كده اهو. وبعد كده ارجع تاني في نفس بصوا في نفس الميه تاني دهيت. هو ممكن تعملي ميه نضيفه من الحنفيه او ميه ساقعه، بس انا بحب في نفس ميه التتبيله اعملها تاني. تسقيتي الفرخه كده بصي وتطلعيها تاني على طول كده، تصفيها كويس زي ما انت شايفه، وترجعي تاني تجيبي طبق الدقيق كده اهو، وترجعي بقى ايه تعمليها فيه بقى كده، وتقعدي بقى بصي تعملي بقى فيها كده كتير بقى. ما بصي اقعدي بقى اعملي فيها كده اكنك بصي عماله تنفضيها كده في قلب الدقيق. نفضيها كويس على قد ما تقدري، ما تزهقيش بقى.
كده زي ما انت شايفه. تنيكي بصي تعملي فيها كده عشان تضمني الدقيق يدخل فيها من كل ناحيه، ونفس الوقت تديكي الشكل اللي انت بتشوفيه في كنتاكي. اهو كده بصوا انا عملتها في الدقيق كويس قوي اهو. بصوا شايفين شكلها اهو، بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا تحسوا ان هي مخربشه، بصوا عامله ازاي زي ما بتشوفيها كده في كنتاكي. بصي شايفين عامله ازاي من كل ناحيه. هعمل لكم قطعه تاني اهو. جبت لكم دبوس اهو، احطه برده في الدقيق كده والفه فيه زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده انفضه من الدقيق كويس، اجيب طبق التتبيله زي ما انتم شايفين وانزل بيه في ثواني. بصي يعني مش بصي في ثواني كده وتطلعيه اهو كده. خليه يصفى منك كويس اهو، وارجع تاني لطبق الدقيق بالنشا بالملح اهو، واحط. وبصوا اتني اقلب برضو ايه، واتني اعمله كده كده زي ما انتوا شايفين كده. تنيكي بصي تنفضي فيه كده اهو. شايفين بصوا الدقيق بقى بيدخل في كل ناحيه، بصوا بيبقى عامل ازاي اهو. كل ناحيه اهو وانفضه كده. شايفين بصوا الدبوس بقى عامل ازاي يا بنات. بصوا الشكل شايفين اهو. نعمل حته تاني عشان على قد الحله اهو. حته من الصدر اهي، هعملها في الدقيق كده كويس اهي، نفضها كده كويس. بعد كده اهي التتبيله اهو، انزلها في التتبيله بسرعه واطلعها زي ما انت شايفه اهي. تتصفى كويس اهي، وارجع تاني بالطبق اهو. بصوا اهو، لا ببهدل حاجه ولا بعمل 100 حاجه. هي بصي من ده لده وخلاص على كده كده. وطبعا انا سايبه الزيت على البوتاجاز طبعا سخن قوي على الاخر. يا دوبك عايز بقى احط فيه الفراخ واخلص القطعه دي وهحط لكم بقى واوريكم. هتني بص ارفعها كده وانفض فيها كده كويس زي ما انتوا شايفين كده. هو ده اللي بيديها الشكل اللي انتوا بتشوفوه، تحسوا كده ان هي ايه مقرمشه كده من قبل ما اي حاجه. يعني بصوا عامله ازاي شايفين اهي. يا رب تكون واضحه كده كويس قدامكم اهي. شايفين عامله ازاي اهو. استنى اعملها كده تتقلي بقى، بتطلع بنفس الشكل بقى دوت. بتبقى زي بتاعت كنتاكي كده، ما بتطلعش بقى ناعمه، بتبقى زي ما انتوا شايفين عامله ازاي كده اهي. اهي يا بنات شايفين اهي. بصوا بكل ناحيه اهي. تعالوا بقى يلا نحطها بقى في النار ونشوف. اهو بقى يا بنات الزيت زي ما انتوا شايفين قدح اهوت وسخن قوي. هنزل بقى بالفراخ اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو كده. شايفين بقى الزيت مغطي قطع الفراخ ازاي. هو ده بقى اللي بيساعد الفراخ ان هي تتحمر كويس وتستوي كويس من جوه ومن بره وتبقى جميله وتديكي بقى الشكل الذهبي الجميل اللي انت بتشوفيه في كنتاكي. هنخلص بقى ونشوف. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي اقلبها اخد اللون الذهبي كده واقلبها اهو. عايزه اقول لكم والله تحفه تحفه، جربوها مش هتعملوا بعد كده غير بالطريقه دي. بس كده بقى لما تاخد الوش برضو التاني وهطلعها واوريها لكم. اهو يا حبايبي بعد بقى ما الاقي لونه خلاص اداني اللون الحلو الجميل بتاع الكنتاكي الذهبي دوت، هبتدي بقى ايه اطلعه اهي. بصوا انتوا معايا خطوه بخطوه اهو. شايفين عامله ازاي. واجيب بقى بصوا طبق وعليه مناديل كده وابتدي اطلع اهو.
لو عايزه تديله لون تاني سيبيه على الناحيه التانيه. دي طبعا لسه عشان انا دي حطيتها بعضهم، هقلبها برضه اهو. شايفين الشكل؟ عايزه اوريكم بس الشكل. شايفين الشكل عامل ازاي؟ اهي طبعا هتكون سخنه. بصوا هطلع بقى واوريكم. انا هطلع الباقي اهو. طبعا تتعاملي بالراحه خالص وتاخدي بالك. بصوا ما شاء الله شايفين عامله ازاي. انا بحاول بس اقرب لكم واوريكم الشكل اهو. بصوا الشكل اهو. واكون طبعا مجهزه الباقي واعمل نفس الطريقه واحط بقى في الزيت واحمر نفس الطريقه اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين دي القطع اللي انا طلعتها. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بصوا الشكل شايفين اهو. بصوا الشكل زي مش عايزه بقى كلام. شايفين الشكل عامل ازاي اهو. بصوا الطعم بقى ما اقولكمش. عشان بقى ما اطولش عليكم الفيديو هخلص بقى بقيه الكميه وهوريها لكم ان شاء الله. ودي حبايبي كمان اهي طاسه تاني اهي بطلعها اهي زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عامله ازاي. بصوا اهي. طلع كده الخمر كمان. شايفين يا بنات عامله ازاي. بصوا شكلها شايفينها. بصوا عامله ازاي اهي. كنتاكي بقى ولا مش كنتاكي؟ شايفين اهو. دي لسه شويه هي بيضه هسيبها اكمل بقى بقيه الكميه واوريها لكم بقى معايا اهو يا حبايبي. بقى ما شاء الله بعد ما خلصتوا زي ما انتم شايفين اهو. نقربه لكم عشان تشوفوه كويس اهو. شايفين جميل ازاي. حلو قوي 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 هيعجبكم. وزي ما انتم شايفين بصوا شايفين عامله ازاي. بصوا هي اللي يشوفها بقى كنتاكي ولا مش كنتاكي. بصوا كده لما نعملها. وعايزه اقول لكم بقى القرمشه. بصوا القرمشه يعني بصوا شايفين مستويه ازاي من جوه. شايفين بصوا. وعايزه اقول لكم بقى بصوا القرمشه جميله جدا اهو. شايفين سامعين الصوت اهو. نفس بالظبط زي كنتاكي بالظبط اهو. شايفين جميله طعمها جميل قوي 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 اهي. تقدميها بقى بالهنا والشفا. عايزه تعملي معاها رز ريزو اعملي. عايزه تعملي معاها انا عامله رز ريزو عامله سلطه كولسلو اهي. وتقدميها بقى معاهم وبطاطس وكاتشب ويبقى بالظبط اكنك ايه في كنتاكي. اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله. واتمنى ان انتوا تطبقوها ان شاء الله وتعجبكم. وما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه وجربتوها بالله عليكم تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا لي سبسكرايب في القناه. واستنوني مع بعض نتقابل ان شاء الله في وصفه جديده من مطبخ فاتن.